هناك قصة طويلة بعنوان الزوج الصالح. الزوج الصالح. في قرية هادئة على أطراف الصحراء، كانت تعيش فاطمة، فتاة جميلة وذكية تنتمي إلى أسرة متواضعة. كانت تحلم دائما بالزواج من رجل صالح يقدرها ويشاركها أحلامها الصغيرة والكبيرة. ذات يوم، جاء خاطب يدعى يوسف إلى بيت فاطمة. كان يوسف شابا معروفا بأخلاقه الحميدة وكرمه مع الجميع. كان يعمل مزارعا، يجتهد من أجل كسب رزقه بعرق جبينه. طلب يوسف يد فاطمة من والدها، وبعد استشارة فاطمة وموافقتها، تم الزفاف في حفل بسيط ومبارك. عاش الزوجان حياة مليئة بالمودة والاحترام. كان يوسف يساعد فاطمة في شؤون البيت، ويشجعها على تحقيق أحلامها الصغيرة، مثل تعلم الخياطة وصنع الحلويات. أما فاطمة، فكانت تسانده في أعماله الزراعية، تعمل معه في الحقل، وتسقي الزرع، وتجمع المحصول. رغم صعوبة الحياة، كانا يشعران بالسعادة لأنهما كانا يدعمان بعضهما البعض. لكن القدر أراد أن يختبرهما. في أحد الأعوام، حل الجفاف، وأتلف المحاصيل، ولم يعد لديهما ما يكفي من المال لتغطية حاجياتهما الأساسية. بدل أن يلوم أحدهما الآخر أو يستسلمان، قرر مواجهة التحدي معا. اقترح يوسف أن ينتقل إلى المدينة للبحث عن فرص عمل جديدة، ووافقت فاطمة. في المدينة، بدأ يوسف يعمل في بناء البيوت، بينما بدأت فاطمة تبيع الحلويات في الأسواق. رغم التعب والمشقة، كانت روح التضامن بينهما أقوى من كل المصاعب. شيئا فشيئا، بدأ حالهما يتحسن. تمكن يوسف من فتح ورشة صغيرة للبناء، وأصبحت فاطمة تدير محلا لبيع الحلويات التقليدية. وبفضل العمل المشترك والإصرار، تحولت حياتهما إلى قصة نجاح يضرب بها المثل. كان الناس يقولون: هذا هو الحب الحقيقي، حين يكون الزوجان يدا واحدة في مواجهة الدنيا. وفي يوم من الأيام، قرر يوسف وفاطمة العودة إلى قريتهما، لكن هذه المرة ليس كزوجين يكافحان من أجل البقاء، بل كقدوة للنجاح والمحبة. قرر بناء مدرسة صغيرة لتعليم الأطفال في قريتهم، ليقدم بذلك درسا جديدا في العطاء. وهكذا استمرت قصة يوسف وفاطمة كرمز للحب والصبر والتعاون، ليظل الجميع يرددون أن السعادة ليست في المال أو الجاه، بل في التفاهم والتضامن بين الزوجين.